انا بقول لكل واحد، كل واحد يسمع الفيديو ده يسمعه لاي حد تاني، لله مش على حاجه. تفتكرش ان انا عاوز حاجه. اي حد تطلب منه منتج يقول لك هات عربون يا باشا عشان احجزه لك وكده وكده، ما تاخدوش منه، ما تشتغلش معاه. يعني ايه هات عربون؟ يعني ايه؟ يعني ايه ابعت لك عربون حاجه ما خدتهاش ولا شفتها؟ دي نقطه. تاني نقطه، انت بتعرض منتج ايه عربون ليه؟ مش المنتج عندك وانت عرفت محلي او عرفت مكاني، او لو انت مثلا يعني مش واثق في حد وخايف اللي تقول لي لا احسن ممكن يتنصب عليا وممكن ما يستلموش. بسيطه. ابعت مندوب من عندك يشوف المكان بتاع الراجل ويعمل منه الفاتوره، ويعمل معاه الفاتوره ويحسبه لك. دي نقطه. تاني حاجه، لما واحد يقول لك هات عربون قول له لا يا باشا، افهم. ده بالنسبه للناس اللي بتودي شغل، افهم اللي هي النصبايه. يعني مثلا واحد عاوز مني قطعه غيار، اقول له هات عربون عشان اجيب لك قطعه الغيار؟ لا طبعا مفيش كلام ده. اي حد يقول لك هات عربون اوعى تديله. ما تبقاش اهبل، ما تبقاش غبي. انا ما تعاملتش معاك. في ناس طبعا على النت على عيننا وعلى راسنا، بس الناس اللي ليها سمعه، الناس اللي معروفه في المجال. يعني مثلا انا هجيب مثلا قطعه غيار، انا بخش على الناس بشوف الراجل ده معانا على الصفحات، بشوف هنا الراجل ده معاملته حلوه ماشي. لكن انا منتج اول مره هشتريه، هقول لك انا في مثلا الاعلام اللي طالعه دي، الاعلام اللي بيحطوها قدام النيله ده، اللي بتحط قدام المحلات وقدام الشركات، محلات اعلام كده بيرصوها. يعني العالم كله ب 400 جنيه و 450 جنيه. تيجي تقول للواحد يقول لك يا باشا ابعت لي عربون عشان مش هينفع ادخله المطبعه غير لما ادفع عربون. يا باشا مش المطبعه دي تبعك؟ وحتى لو مش تبعك ما تدفع انت وحاسب العميل. هو انت بتعرف العميل اللي انت تعبان ليه؟ انت عرف اللي هو تعبان، انت تعبان ليه؟ انت دي نصبايا. انا بقولها لاي حد، نصبايا. محدش يدفع عربون حاجه غير لما يستلم. انت بتبعت له الشغل، والله بيعجبك وبعت لك التصميم، عاجبك خد، مش عاجبك خلاص. ايه عربون؟ طب انا بعت لك عربون. ايه اللي يضمن لي انت بقى؟ يقول لك لا يا باشا، ما انت ممكن تجي لي المكتب. اروح لك المكتب في اخر الدنيا عشان اديك 50 جنيه؟ ايه الاسلوب ده؟ او اديك 200 جنيه ولا 100 جنيه؟ ايه ده؟ ما انت هتيجي تاخد 500 جنيه ولا 1000 جنيه، ما تدفع ايه ده؟ هو يا جماعه كل المنتجات اللي على البتاع مش بيجي شحن يقول لك لا يا باشا بطلان هطبع وممكن انت ما تستلمش؟ ازاي ما استلمش يا حبيبي؟ مش انت بعت لي التصميم؟ مش التصميم انت بعته؟ انت بعت التصميم ولا مش بعته؟ قمت انا بقول لك ما تبعتش لحد عربون وما تديش حد عربون غير لما يجيب لك حاجتك اديله. هو كده معاك واتس، بتبعت له التصميم، هو بيديك تصميم محل. انت ما بتديش واحد من الشارع، دي ناس اصحاب محلات وناس اصحاب حاجات مطاعم وناس معروفه. بتبعت له التصميم على الواتس بيقول لك امين اعمله. بتروح له مش هيرضى يستلم. ازاي يا باشا؟ مش ده التصميم حضرتك وافقت عليه؟ خلاص مفيش. الناس ما بتنصبش، لكن هو ما تعملش معاك. اوعى يتعمل فيك نصبايا. صباح الفل يا رجاله. واللي يدفع عربون وعاوز الناس تنصب عليه، مع نفسك يابا، مع نفسك.